معانا، يعني شايفين ما شاء الله. ذكر ده وده حنيه على فكره، ده حميه. دي زغاليل الهجين اللي ما بين الهندي وما بين المكي. وده الحمام البهلوان، الحمد لله رجليه صحت وبقت تمام زي الفل. الكريز اللي فك بيضه اهوت الحمد لله، ولكن جايب حصوه فاضيه، انا هنفخ الجوز ده. الحمام كله اهوت لحم العش في العش الحمد لله تعالى، صيف او شتاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا مساء الجمال على كل حبايبنا في كل مكان. زي ما متعودين هنبدأ الفيديو بتاعنا من هنا ونشوف احنا كتبنا اسامي مين جديد النهارده. طبعا كتبنا محمد صلاح من الغربية، وكتبنا يوسف احمد من محلة القصب، هو كاتبها كده وانا كتبتها زي ما هو كاتبها. ومحمد عبد المنعم من البحيرة، اسماء فتحي ما قالتش هي منين، ورانا من ميت غمر، واسماعيل خالد من الدهلية، واحمد عوكل من الشرقية. كتبنا عمرو محمود من البحيرة، كتبنا محمد حسن من شبرا الخيمة، كتبنا ام مالك من سفاجة، وكتبنا كريم محمد من دمياط. وديت الناس اللي احنا كنا كاتبينها قبل كده. لو انت مشترك في القناه ومش شايف اسمك معانا، قول لي انت منين ومن محافظه ايه عشان نكتب اسمك معانا. ولو انت ما اشتركتش في القناه خالص، اشترك في القناه وهنكتب اسمك برضو، هتنور القائمه بتاعتنا الجميله دي. عايزين نكتب 1000 اسم هنمس عليهم كل يوم، كل واحد شايف اسمه شباب اهو يقول لي هو منين ومن محافظه ايه. يلا بينا ندخل بقى المكان عندنا كده ونسمي بسم الله، عشان النهارده في فيديو حلو جدا. هقول لك معلومات كتير جدا، يمكن اول مره لو انت مبتدئ في تربيه الحمام هتسمع عن المعلومات ديت. احنا طبعا كنا بنجوز الحمامتين دولت لبعض، اتجوزهم بفضل الله تعالى. موضوع التزاوج ده سهل جدا ان انت تزوج اي حمام في بعضه. لو انتوا عايزين الفيديو كامل عن تزاوج الحمام قولوا لي وانا هعمل لكم فيديو كامل عن تزاوج الحمام. حمام النفاخ شباب اهوت ما شاء الله تعالى. طبعا الحمام النفاخ ده من حمام الزينه. الحمام ده مش بيعرف يحضن البيض بتاعه احسن حاجه. طبعا انا محضن البيض بتاعه هنا اهوت تحت الجوز ده. طبعا ام شروق وعمار محضرين تحتهم البيض ده، وبيض معمر بفضل الله تعالى بتاع الحمام النفاخ. لما يطلع ان شاء الله هوريكم الناتج بتاع الحمام النفاخ. ولكن انا عامل حاجه حلوه جدا عشان انا اريح جوز الحمام ده حصوايه فاضيه، حاطط لهم حصوايه فاضيه. شايفين الذكر ما شاء الله، شايفين الذكر يعني بيتخانق معانا، يعني شايفين ما شاء الله. الذكر ده وده حنيه على فكره، ده حميه. مجرد ان انا مسكت الحصوايه في ايديا فهو بيتخانق معايا. طيب البيضه ديت مش مخصبه. ليه مش مخصبه؟ عشان انا اريح الحمام ده، لان انا بهلك الحمام ده، باخد منه حصو كتير. يعني اخد منه 20 واسيب له عش، اخد منه 20 واسيب له عش. والعش اللي انا بسيبه له يعني بسيبه يريح على البيض بس، ما بخلوش يحضن، ما بخلوش ياكل زغاليل، لان الحمام دي مش ذكي. الشروال ده شباب، الشروال ده بتاعه ده بيعمل له عائق اثناء ان هو بيقع على البيض، وكمان ممكن ان هو يبهدل الزغاليل بسبب الشروال اللي في رجله ده. في ناس بتقص الشروال ده، فهو ما هو الذكي في التحضير. فاحنا لازما بنحضن الحصو بتاعه تحت اي جوز. طبعا من احن الحمام اللي انت ممكن تحضن تحته هو الحمام الكريزلي. لو انت عندك اي جوز عايز تحضن تحته زغاليل، وزغاليل بالزق حلو واهالي بالزق حلو، يبقى هو الحمام الكريزلي. تعالوا بقى اوريكم الحمامتين اللي احنا قلنا لكم هيجيبوا ايه. ده الحمام طبعا ده هزاز مكي، الناس عارفه حمام الهزاز المكي. الهزاز المكي ديله مش زي الهزاز الهندي. الهزاز الهندي ديله عامل زي المروحه، انما المكي ديله عامل زي البلدي عادي خالص. طيب لما هنجوزهم لبعض هيجيبوا لنا الناتج بتاعهم ايه؟ هيجيبوا لنا ديل بمروحه ولا هيجيبوا لنا ديل زي الحمامه دي؟ ده الناتج بتاعهم يا شباب، ده الناتج بتاعهم. ملاحظ ان في صباع بريش خلصنا منه ولكن مش عايز طيب هنوريكم بقى ده هيبقى الذكر ان شاء الله. شايفين الديل ده هيبقى زي ابوه، يعني ده واخد من ابوه. الفرد ده هيبقى الذكر واخد من ابوه، ولكن ديت هتاخده من امها. سبحان الله، يعني ديت هتاخد من امها ودي هياخد من ابوها. شايفين الديل اهو، الديل بتاع يعني هو الديل مش احسن حاجه برضه، ولكن واخد برضه من ابوه شويه الطاره بتاعته، والديل بتاعه يعني في عدد كثافه في الريش. والنتايه ما شاء الله تلحم العش في العش وبتحص على طول. بسبب ايه بقى؟ بسبب ان انت بتحط دايما تحديق للحمام، وبتحط الحمام. شايفين يا شباب طبق التحديق اهوت. التحديق ده طاجن، فرشه للطاجن. وكمان التحديق ده حمام بيحدق منه، هتلاقيه بيلحم العش في العش ما شاء الله. شايفين الزغيله قد ايه؟ يعني لسه الزغيله ده ما جابتش 20 يوم الحمام بدا ان هو يقف في الطاجن. ليه؟ لان انت بتديله كالسيوم، مهتم بالكلفه بتاعته، مهتم بالاملاح المعدنيه. شايفين النتايه هي النتايه النفاخ عماله بتاكل من التحديق قدامها اهوت. فبالشكل ده هتلاقي الحمام منتج عندك. فالتحديق ده من اهم الحاجات اللي انت تحطها للحمام. تعال بقى نشوف الذكر اللي كانت رجليه مكسوره. الذكر ده كان رجليه مكسوره يا شباب من الناس اللي كانت متابعانا، لكن هو ما شاء الله بدا ان هو يتظبط. هو الذكر ده حمام بهلوان، هو بمجرد انت ما بتمسكه هو بيعمل اكروبات. شايفين اهو، طب بصوا يعني هو رجليه الحمد لله بدات ان هي وريتكم طبعا ان انت تعالج رجل الحمام المكسوره ازاي. وريتك انت تعالج رجل الحمام المكسوره ازاي. طبعا هنسمي الجوز
ده اسامي احنا سمينا طبعا دولة عمار وام شروق، والجوز ده طبعا ام اياد، وهنجيب اسم حلو للذكر اللي هو رائد ديا، ولكن عايزين نغير اسم النتايه ديت، هنخليها اسم جميل تاني. يعني انا بفكر اسميها الهانم، يعني ايه رايكم؟ لان هي شكلها حلو وتنفع برضه من الهوانم يعني. والذكر ده برضه هنسميه اسم حلو، اختاروا لنا اسم حلو نكتب عليه اسم الذكر ده، تمام كده. طيب ده برضه سمينا الذكر ده علاء، الذكر ده علاء، ومسمين ديا رفايده، ديا رفايده اللي جوه البيضه رفايده، والذكر ده علاء على اسم علاء اخونا ابن سوريا. اشترك في القناه وقول لي عايز اكتب اسمي على حمامه جميله. اكتر حد هيعلق على الكومنتات او هيعلق في الفيديو هنكتب اسمه على حمامه جميله من الحمام بتاعنا دون. تعالوا بس نطمن على حمام الكريزلي برضو بسرعه. الحمام اللي هو بيلحم العش ما شاء الله، يعني الزغاليل بتاعتهم بدات تطير، والحمام فقس اهوت ما شاء الله، والله العظيم انا لسه واخد بالي دلوقتي هو فقس اهوت. انا شايف حصوه اهوت، نسمي كده بسم الله اهوت ما شاء الله، الله اكبر ما شاء الله، الله اكبر. نطلع بس النتائج كده عشان نطمن على الزغاليل اللي هي لسه خارجه دي. انا حاسس ان الحصوه دي، انا ما كشفتش على الحصوه ده، الحصوه دي شكلها فاضيه، الحصويه دي شكلها فاضيه، ودي صدمه، يعني ديت صدمه، حصويه فاضيه بالنسبه لي انا صدمه الصراحه. انا لسه والله العظيم شايفها دلوقتي، لان انا ما كشفتش على البيض، لان الجوز ده باستمرار كان بيعمر البيض، فاول مره البيضه دي تطلع فاضيه. طيب هعمل ايه انا بقى دلوقتي؟ انا هاخد الذكر بقى، يعني مش هبصه، هظبطه، هنفخه. يعني ازاي تروق البيض؟ هتظبطه ازاي؟ ايه، هديله طبعا سيلينيوم، ولكن سيلينيوم مستورد. ما ينفعش ان انت تقول للبيطري انا عايز سيلينيوم وخلاص، تقول له انا عايز سيلينيوم مستورد، لان السيلينيوم المصري لا يسمن ولا يغني من جوع. فالحصوه ديت مش هنشيلها ليه بقى؟ ان الزغلول ده لما هيكبر شويه هيريع عليها، فنسيبها له اسبوع كده ولا حاجه، وبعد كده ان احنا نشيل الحصوايه ديت من قدامه. ده الاب هون وده الام، دي الاب ده الحمام الكريز دوت شباب، ده الاب ودي الام هي قدام حضراتكم. طبعا بنطمن على العشوش يوميا، لازما متابعه الحمام يوميا. شايفين بقى الحمام اللي بيلحم العش، او ده الزغاليل اللي في العين اللي فوق بدا يطير اهوت ما شاء الله تعالى، وبدا ينزل من العش هون. طبعا ده الزغاليل، وده الحمام الاهالي. طبعا كانوا واقفين مع الاهالي لان هم الاهالي حنينين عليهم. بقى ده من الحمام اللي بيلحم العش. عندك حمام تاني بيلحم العش؟ عندنا حمام كتير بفضل الله تعالى بيلحم العش. النتايه دي كان العش بتاعها اللي في الارض دوت، العش الارض دوت لسه الزغاليل يعني تقريبا 20 يوم ما شاء الله. عطينا الحصوايه الاولى هيت ما شاء الله، اللهم بارك يا رب العالمين. فالحمام بيلحم عش صيف او شتاء، بيلحم عش صيف او شتاء. مش قصه ان انت الحمام بس موسم الفرخ اللي هو موسم الشتاء، لا، في الصيف لو بتهتم بالحمام بتاعك تديه التغذيه الجيده هيلحم معاك العش صيف او شتاء، ما تقلقش. دي برضو ما شاء الله جايبين الحصوتين اهوت. الوحوش لازم تطمن عليها يوميا، مش تدخل ترمي الكلفه كده وتمشي وخلاص، لا، ده حمام برضو ما شاء الله. ده لحم العش يا شباب، هو ده الزغاليل بتاعته، وده بدا ان هو يعشش في العين اللي جنبه. في زغلول تاني، الزغلول ده مش فرداني، في معاه زغلول تاني. في حمام فك حصل النهارده هو ما شاء الله تعالى اهوت شباب ما شاء الله. الذكر ده شرس شويه، والحمام الشرس تتعامل معاه بحنيه، ما تتغباش على الحمام، يعني ما تمسكش الحمام غصب عنه، ممكن يدوس على الزغليل، ممكن يموت الزغليل، ممكن يكسر الحصى الحمام الغبي ده. فاحنا هنسيبه خلاص، مش هنيجي يومه خالص، مش هنشيل من تحته الزغليل، هناخد من تحته الحصوايه بس كده القشر ديت، لان نلم القشر ده عشان القشر ده ممكن يلم نمل، والنمل ده ممكن ان هو يضر الزغاليل عندك. وصل لكم الفكره يا شباب؟ النمل ده ممكن يلم نمل، وان هو يبدا ان هو يضر الزغاليل عندك في المكان اللي انت بتربي فيه، تمام كده. طيب يلا بينا بقى عشان بس ما اطولش عليكم الفيديو بتاع النهارده، لان الفيديو ده يعني هو فيه ممتع جدا وفيه حاجات كتير جدا، ولكن نكمل جزء تاني من الفيديو عشان ما نطولش على حضراتكم. شوفوا الشكر على خير يا شباب، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.